الإذاعة السودانية تقدم دراسات في القرآن الكريم. تقديم دكتور عبد الله الطيب. الآيات الكريمة بصوت القارئ الشيخ صديق أحمد حمدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية هي بيت المقدس. إن المولى عز وجل أولا كان أمر بني إسرائيل بدخول أريحة واترددوا إلا رجلين، وذكرنا خبرهم في سورة المائدة، وبعدين تاهوا 40 سنة وفيتيهم ظللنا الغمام، والمولى تفضل عليهم بنعم. بعدين لما أمرنا المولى إنه يدخلوا القرية، إذا يدخلوا القرية ساجدين وشاكرين المولى عز وجل، ويدخلوا فيها المسجد شاكرين، هنا عصوا. أولا ما دخلوا ساجدين، لكن دخلوا زاحفين عليه أصلاب، ونحن ذكرنا الخبر في كذب. وما قالوا حطة، يعني حطة أغفر لنا خطايانا، حط عننا أوزارنا وخطايانا، لكن بدلوا الكلام لأنهم طمعانين في الدنيا، وقالوا حنطة اللي هي القمح، والله قالوا أدينا حبة من شعيرة، دعاهم. وذكروا إنه لما اترفع الطور من فوق لهم خافوا يقع فيهم فزحفوا يعاينوا له، هم خايفين، ودعوا بأنه يجيهم العيش بدل ما يسألوا الله إنه يغفر لهم الخطايا، تبديل منهم وحرصا على الدنيا منهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. القرية بيت المقدس أو أريحة على الخبرين. فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني أكلوا فيها تلقوا معيشة واسعة، لأن الرغد هو العيش الواسع، وفي عيش الرغد يعني في عيش طيب واسع. وادخلوا الباب سجدا، يعني أدخلوا باب القرية المدينة دي، أدخلوا ساجدين، يعني منكسرين خاضعين للمولى عز وجل، أو منحنين راكعين، يعني السجود هنا بمعنى الركوع والانحناء شكرا للمولى وطاعة عليه. وقولوا حطة، يعني أسأل الله إنه يحط عنكم أوزاركم. وقولوا حطة هنا مرفوعة، يعني أنه يعني أمرنا حطة أو سؤالنا حطة، فده المعنى، يعني هي خبر لمبتدا محذوف، زي معذرة إلى ربكم في قراءة أبي عمرو في آية الأعراف. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، يعني إن فعلتوا ده المولى عز وجل وعدم المغفرة لخطاياهم. وسنزيد المحسنين، وإنه يزيد المحسنين إحسان وثواب من عنده. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، وقالوا حبة من شعيرة، وغيروا الكلام الأمر به، لأنهم طمعين في الدنيا
وما طلبوا المغفرة الأمر المولى عز وجل بطلبه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، والتبديل صار عادة في اليهود، يحرفوا كلام الله من مواضعه ويغيروه. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. المولى نزل لهم عذاب من السماء، عقاب لهم، نزل عليهم الطاعون عاقبهم به بسبب فسوقهم، بسبب خروج من طاعة المولى عز وجل. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. دي مر علينا خبر أيضا في سورة الأعراف، وذكرنا إنه سيدنا موسى لما استسقى لقومه بالتيه آمروا أوحى المولى إليه إنه يضرب الحجر، وذكروا إنه حجر من رخام، وإنه كان على هيئة رأس الإنسان في حجمه، وذكروا إنه كان من نوع ثاني، إنه والله تعالى أعلم أي الأنواع كان هو، إنما الخبر ذكرناه في سورة الأعراف، وهنا إن المولى عز وجل أمر أن يضرب هذا الحجر بالعصا. ودي من المعجزات التسعة اللي أعطاها المولى عز وجل سيدنا موسى. ضربوا بالعصا انفجرت منه، مرقت منه 12 بركة موية، 12 عين من عيون الموية بحسب عدد الأسباط القبائل التي بني إسرائيل. كل سبط كل قبيلة عرفت مشربة، يعني المحل تشرب منه ما يشارك فيه سبط ثاني، ما تشارك قبيلة ثانية. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، يعني 12 عين مرقت من الحجر. قد علم كل أناس مشربهم، كل جماعة عرفوا محل شراب. أناس يعني ناس. كلوا واشربوا من رزق الله، ده الأداهم يهون المولى أنعم به عليهم، وأمروا إنهم يأكلوا ويشربوا من رزق الله، يشربوا من الماء اللي أخرج لهم الله عز وجل من الحجر بمعجزة اللي أعطاها سيدنا موسى عليه السلام، ويأكلوا من الرزق الأنزل لهم من المن ومن السلوى الأنزل لهم بمعجزته عليهم وهم في التيه لما خرجوا من مصر وأنجاهم من فرعون ومن قومه ومتوجهين للأرض المقدسة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني وما تسلكوا بالفساد في الأرض. نقول عاثية يعثى في الأرض فسادا،
وعاث يعثو في الأرض فسادا، وعاث يعيث في الأرض فسادا، يعني ما تمشوا بالفساد في الأرض. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني قلت في التيه لسيدنا موسى عليه السلام، قلت لو ما بنقدر نصبر على الطعام الواحد ده، على المن والسلوى اللي جاتنا من السماء ده، من ضيق طاقوا بالطعام الأنزل عليهم المولى عز وجل، ودايرين من عجلتهم طعام الدنيا اللي كانوا فيه لمن كانوا في مصر. قالوا له نحن ملينا الأكل ده، ملوا طعام المن أنزلوا له المولى عز وجل، والسلوى الأنزل له المولى عز وجل. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني قالوا لسيدنا موسى عليه السلام أدعي لنا ربك يملك لنا من الأرض نباتا في شان ناكله، لأنه نحن سئمنا من أكل المن ومن أكل السلوى ده. هم قالوا إنهم سئموا من ديل وطلبوا منه يدعو لهم ربنا يملك لهم من الأرض بقولة، يعني خضروات يملك لها من خضارات الكثيرة، من تبشة، من فومة، من عدسة، من بصلة، من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. بقلها يعني خضارة، وكثائها الكثاء هو التبش والخيار، وده الكثاء. والفوم وفومها هم سألوا الله يملك لهم من فومة، الفوم ده اختلفوا فيه، فقالوا منهم إنه هو القمح، يعني سألوا الله يملك لهم من الخضروات ويملك لهم من التبش، خصصوا من الخضروات ده يعني زي الخضر، زي أنواع الخضر الخضراء وأنواع الخضر اللي بياكلوها بيتفكهوا بها مع الخضار الآخر زي التبش وزي العجور وزي الخيار والعيش، طلبوا القمح اللي هو الفوم. والقول الثاني إنه الفوم هو التوم، طلبوا إنه المولى عز وجل يملك لهم من التوم. وعلى هذا القول العرب بيكثر عندها أحيانا إبدال الثاء من الفاء. وعدسها العدس معروف، وبصلها، هم طلبوا الأشياء دي بدل الشيء السمح اللي كان جايهم من المولى عز وجل. لذلك سيدنا موسى عليه السلام استنكر عليهم لما سألوه إنه يدعو الله فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر، اهبطوا مصر. فهنا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فسيدنا موسى عليه السلام قال لهم انتم تستبدلوا الأقل الشيء الوضيع بالشيء السمح، تبدلوا الشيء السمح تبعدوه اللي هو المن والسلوى، وتطلبوا الشيء الوضيع، اهبطوا مصر. جواب لسؤال ما دام دي راجعوا، قال لهم ما تبدلوا الشيء الخسيس تقبلوه بدل الشيء العالي. أبوا أصروا إلا يأخذوا البصل والثوم أو القمح والخضار والخيار بدل المن والسلوى. فقال لهم أنزلوا أمشوا لمصر من الأمصار، يعني لبلد لقارية لمدينة من المدن. لذلك جاءت بالتنوين، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لما تجيب اهبطوا مصرا بالألف، أو أمشوا لمصر المعروفة، أو قالوا بعضهم المصر المراد هنا هو بيت المقدس، ده قول من الأقوال. والراجح ما قالوا الإمام الطبري إنه كلمة مصر هنا كونها منون ما بينفي إنها مصر المعروفة، لأنه مثلا كلمة قوارير جاءت منونة وهي على صيغة منتهى الجموع في قراءة
في أكثر من قراءة واحدة سبعية. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا في قراءة زي ما ذكروا أهل القراءات في قراءة نافع والكسائي وجاء في قراءة نافع والكسائي الثاني جاء بالتنوين وشعبة، والأولاني بأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. فقوارير الأول في قراءة ابن كثير ونافع وشعبة والكسائي جاء بالتنوين، والثاني في قراءة نافع وشعبة والكسائي جاء بالتنوين. فمجيء مصر بالتنوين ما بيبعد إنها مصر فرعون. فعلى رأي الإمام الطبري إنه يجوز أن تكون مرادة بمصر مصر فرعون، ويجوز أن يكون المراد مصر من الأمصار، يعني بلد من البلدان، مدينة من المدائن، في شان هم كانوا بدو وطلبوا البصل وطلبوا الخضارات، ودي تتلاقي في الريف قريب من المدائن لو نزلوا المدائن. ويجوز تكون الأرض المقدسة. فكل الأقوال دي محتملة، وده التفسير ده الراجح والله تعالى أعلم. فهم ضاقوا من المن والسلوى، سألوا الدعوة إنه تجيهم الخضارات الثانية، راجعوا سيدنا موسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يعني أمشوا أنزلوا في مصر المعروفة أو في مصر الأرض المقدسة أو في بلد من المدائن بتلقوا السألتوه. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني وانطبعت عليهم المذلة والحقارة، وباءوا بغضب من الله، يعني وغضب عليهم المولى لأنهم كانوا ارتكبوا الكفر ولأنهم ارتكبوا قتل الأنبياء، ومرت بنا دي في سورة آل عمران. باءوا يعني رجعوا، وباءوا بغضب من الله يعني ورجعوا بغضب من المولى، يعني بقى عليهم غضب المولى. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، لأنهم كانوا يكفروا بآيات المولى وبكتابه وبالعلامات الظاهرة الأنزلة عليهم، وبيقتلوا الأنبياء بغير وجه حق، ظلم وعدوان عليهم زي قتلهم لسيدنا زكريا وسيدنا يحيى. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ده يعني المولى أحل بهم الغضب في شان كانوا بيعصوه وكانوا أهل عدوان. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، إن شاء الله هذه مفسرة في المرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعتم إلى حلقة من برنامج دراسات في القرآن الكريم قدمها دكتور عبد الله الطيب. الآيات الكريمة بصوت القارئ الشيخ